ادي اللي اخدناه من التربية الايجابية. كانت مالها يعني تربية امي وشبشبها اللي بيطير من الاوضة للاوضة لو اعترضنا او ما سمعناش الكلام. طول اليوم اهاتي وانحر في صوتي علشان بس يسمعوا الكلام، ده غير التحقيق اللي معيشني فيه طول النهار، وحضرتك قلتي وحضرتك عملتي وحضرتك تعبتي نفسيتي. كرهوني في كلمة حضرتك. ايه مر المر اللي شايفينه من العيال دول؟ وفي الاخر لازم اتأسف. لا وايه، يا يقبلوا الاسف يا يقولوا لا يا ماما انا لسه نفسيتي تعبانة. هي دي التربية الإيجابية؟ ليه؟ هي تربية أمهاتنا اشتكت لا قدر الله؟ ما طلعنا متربيين ومتعلمين وفاتحين بيوت اهو، مستحملين شوية عيال شبر وقطع لا وبيتنكوا علينا. ولا عيال ايه، ده احنا اللي عيال بالنسبة لهم. دول ملايكة مرهم يتحطوا على الجرح يطيب، دول سكر حياتنا والله. يسعد مزاجكم. أنا سامية صبري، ويلا بينا نعرف أنهي تربية صح، التربية الإيجابية ولا تربية أمهاتنا اللي أحطها على راسي علشان ربوها لنا. حد قال لي قبل كده كلمة لحد دلوقتي بحاول أفهمها ومش قادرة أنساها، وهي انتم ما تعرفوش تربوا تربية زمان ولا ولادكم يقدروا عليها. هل علشان صعبة قوي وفيها شوية جمود، ولا علشان احنا كأمهات بقينا مشغولين زيادة عن اللزوم فبنسمع كلامهم وبنريح دماغنا من زنهم؟ بس اكتشفت ان تربية زمان ما تشبهش تربية دلوقتي ابدا ولا حتى 10%. تربية زمان كان ليها قوة ووقار كده، وكانت اسهل عن دلوقتي بكتير. وتربية دلوقتي كلها دلع وطبطبة ونفسية الطفل، وأصعب مليون مرة عن تربية زمان. زمان كانت كل الأمهات عندهم عادات وتقاليد في التربية، ودلوقتي الأمهات عندها قواعد نفسية بتمشي عليها علشان سلامة الطفل النفسية، وإحنا مش مهم. أمهات زمان كانت بتربي بحزم، وساعات كان بيبقى فيه ضرب أو عقاب خفيف، مش خفيف قوي. كانت تبص بصة كده لولادها كانوا يفهموا على طول انهم بيتخطوا حدودهم. والطفل منا كان يقعد ساكت مش فاهم عمل ايه لحد ما مامته تفهمه ايه الغلط اللي عمله. العيال زمان كانوا بيعملوا حساب لابوهم وامهم قبل ما يغلطوا، وكانوا بيخافوا من النظرة وبيسمعوا الكلام من كلمة واحدة، مش الجدال اللي احنا عايشين فيه طول النهار. كانت الأم تجيب بال7 وال8 عيال تمشيهم على العجين ما يلخبطوهوش. أمهات دلوقتي بقى حالهم يصعب على الكافر، وأنا واحدة منهم. تيجي تقول حاجة للعيل من دول علشان يسمع كلامها، يقوم مدخلك في جدال طويل ويسأل عن الحاجة مليون مرة، ويفضل يقولك ليه ولا، ويفضل يعيد ويزيد لحد ما شعرها يشيب. والله مبهدلنا. تيجي بقى تجيب اخرها ولا تعلي صوتها، يقول لها لا يا ماما ما تكلمنيش كده، انتي كده بتكلميني وحش وبتعامليني وحش، ويقوم معيط ومتشحتف. واحنا غلابة والله بنروح نعتذر مرة واتنين وتلاتة، ويفضل ضميرنا مأنبنا طول الليل، ونفضل نعاتب في نفسنا كده. الطفل نفسيته هتتعب كده، هيطلع مهمش، شخصية ضعيفة، ووصلة ندم بقى ملهاش حدود، لحد ما يصحى الصبح حبيب قلب ماما ونعيد تاني من أول وجديد. في الآخر لا أمهات زمان قصروا ولا أمهات دلوقتي قصروا، كل واحد عمل اللي يقدر عليه. الاختلاف هنا جه في التغيير والتجديد والسوشيال ميديا. زمان العيال كانت بتسمع الكلام وكانوا بيتكافئوا ان هم يلعبوا قدام البيت. دلوقتي العيال علشان تسمع الكلام لازم يفضلوا يضغطوا علينا علشان ننفذ طلباتهم. ده حتى في السينما في فرق بين زمان ودلوقتي، مثلا زي مسلسل حمادة عزه والوتد. شوفوا في المسلسلين دول كانت الأم قادرة انها تسيطر على ولادها، وولادها كانوا بيسمعوا الكلام رغم انهم كانوا متجوزين ومخلفين. ودلوقتي في مسلسل كامل العدد ولا فيلم جيران السعد، العيال كانوا مجننين اهاليهم وجيرانهم ومدرسينهم وكل مخلوقات الارض، محدش قادر عليهم. وده دليل ان التكنولوجيا والفكر والتفتح وصحة الطفل النفسية
هما اللي بيربوا الأم، مش الأم هي اللي بتربي. زمان كان في حاجات صح وحاجات غلط، ودلوقتي برضو في حاجات صح وحاجات غلط، وكل أم بتتعامل مع الجيل وزمنه اللي هي فيه بأفضل طريقة تناسب ولادها. تربية زمان طلعتنا دلوقتي بأحسن شكل وأحسن قيم، وبرضو تربية دلوقتي بنحاول نطلع بيها ولادنا بأحسن أخلاق وقيم. يعني كل أم تربي ولادها زي ما هي بتربي. مين قال إن التربية الإيجابية ما فيهاش عقاب؟ في حاجة بنفهمها للطفل، إن في توابع أفعالك. يعني لو ما وضبتش الأوضة قبل ما نخرج هنضطر نعطل الخروجة، هنضطر نستنى، مفيش خروج لحد ما نخلص. لو عليت صوتك وانت بتكلمني، أنا آسفة جدا، احنا مش هنقدر نتكلم، مش هنوصل لأي حاجة، وهسيبك لحد ما تهدى وبعدين نرجع نتكلم. في أسلوب حازم للتربية، وفي نفس الوقت من غير ما نهين الطفل أو نتعب نفسيته. ربي وازرعي قيم ومبادئ بحب وأخلاق. وما تنسيش تكتبيلي في التعليقات انتي بتدعمي وشايفة انهي صح، التربية التقليدية ولا الإيجابية. واشوفكم في سبرتاية جديدة وموضوع جديد، وما تنسوش تكتبولي رأيكم، ودمتم رايقين.